يقولون الحب أعمى، وهو يقول: إصابني العمى حين أحببت، ولكن ماذا يفعل؟ ها هو قد آحب وحدث ما حدث، وهو يجلس كل يوم في حجرته ليكتب مجدداً. أنا خالد حسني، 28 سنة، خريج كلية تجارة القاهرة من 6 سنين. بلدي اسمها البهو فريك، التابعة لمحافظة الدقهلية في مصر. والنهاردة اليوم اللي تم رفضي فيه من الزواج بحبيبتي للمرة الثامنة ولنفس السبب. ثم نظر إلى الحائط وقام بتعليق الورقة بجوار 7 ورقات أخريات بدت أنها علقت في أوقات سابقة. الورقة الأولى كتب بها اسمه وسنه وبلده، وبها رفض زواجه بحبيبتي اليوم، وبجوارها ورقة ثانية بها رفضت للمرة الثانية، والورقه الثالثة بها رفضه للمرة الثالثة، وهكذا حتى الورقه السابعة. بعدها اسند ظهره إلى الخلف ونظر لأعلى، وعادت به ذكرياته إلى ما قبل 6 أعوام مضت، حين كان يدرس بالسنة الأخيرة بالجامعة، وشاءت الإقدار أن يتعارف على منى ابنه بلدته صدفة في طريقهما من البلد إلى جامعته بالقاهرة. وزادت فرحته حين علم أنها تدرس بنفس الكلية في عامها الأول بالجامعة ومن يومها. وقد تعددت الصدف سواء بقصد أو دون قصد، حتى أفاق من ذكرياته وزفر زفرة قوية حين نظر إلى ورقة كبيرة علقها على الحائط أسفل 8 ورقات كتب عليها: رفضت لنفس السبب. والد منى المجنون. كان خالد إن سمع كلمة مجنون دائماً يتذكر والد منى، ولا أعتقد أنه خالد فقط بل جميع أهل البلدة، ولكنه أكثر من عارف جنونه. فمنذ أن أنهى دراسته وعزم على أن يتقدم للزواج من منى حتى فوجئ به في أول زيارة لخطبتها وينظر إليه ويساله: أنت عايز تتجوز منى؟ أيوة. وأنت عملت إيه في حياتك؟ عملت إيه في حياتي؟ الحقيقة أنا خريج كلية تجارة جامعة القاهرة، وحضرتك عارف إن أبويا وأمي توفاهم الله وأنا صغير وعايش مع جدي، وما عنديش جيش، وحالياً بدور عن وظيفة مناسبة. وتفرق إيه عن غيرك عشان أخليك تتجوز بنتي؟ ثم أنهى المقابلة بالرفض. اعتقد خالد وقتها أن سبب رفضه للمرة الأولى أنه لم يجد الوظيفة المناسبة، ولكنه تأكد أن السبب الرئيسي ربما يكون غير ذلك تماماً حين وجد عملاً وتوجه لخطبة منى مجدداً، حتى قوبل بالرفض للمرة الثانية ونفس سؤال الأب: ماذا فعلت في حياتك؟ وفيم تختلف عن غيرك؟ هذا السؤال الذي لم يجد له إجابة مستوفاة حتى المرة الثامنة لطلبه الزواج، ولم يراعي في كل مرة حب خالد لابنته أو حب ابنته له، حتى فاض به الكيل في تلك المرة وصاح به: أنا ما عملتش حاجة في حياتي، أعمل إيه يعني؟ عارف إنك حاربت في حرب 73، شايف إن ده سبب يخليك تذلنا؟ طب أنت عايز لبنتك بطل، قل لي أبقى بطل إزاي؟ أروح أحارب في العراق عشان تنبسط؟ ثم نظر إليه وظهر الغضب في عينيه. هتجوز منى يعني هتجوزها غصب عنك، هتجوزها. البلد كلها تعرف غرابة هذا الرجل، يريد أن يزوج ابنته الوحيدة لشخص فريد من نوعه. أي فريد هذا؟ لا أحد يعلم. الكل يعلم أن مصير ابنته العنوسة لا غير طالما أبوها ذلك الرجل. ومع هذا لم يطرق الاستسلام قلب خالد، ولم يعد بباله سوى هذا الشيء الذي يجعله فريداً من نوعه ويجعله يستحق منى كما يريد أبوها. لكن ما هو؟ لا يعلم، فلم يجد سوى أن يتوجه بالدعاء إلى الله أن يأخذ أباه. رغم أن خالد كان يتسم بخفة الظل والروح المبهجة، إلا أن حبه لمنى ورفض أبيها الدائم له جعل الحزن وشحا دائما على وجهه. حتى لاحظ جده والذي كان يتقرب من عامه 80 وكانا يعيشان سويا منذ وفاة والدي خالد وحزنه الشديد بعد رفضه تلك المرة، واقترب منه وسأله: انت لسه زعلان؟ انت المفروض خلاص اتعودت. رد خالد: مش متخيل اني اشوفها لحد تاني غيري، ومش عارف ابوها عايز ايه، مش عارف ان زمن المعجزات انتهى.
وانت هتقعد جنبي كده حاطط ايدك على خدك؟ طب هعمل ايه؟ ضحك الجد مداعبا له. لا، انت احسن لك تدفن نفسك في سرداب. فلمعت عيناه خالد وكأنه تذكر شيئا ما. السرداب. أكمل. جدي، انت فاكر لما كنا صغير وكنت لما وعيت تحكي لي عن قصة السرداب الموجود تحت بلدنا وإنك نزلته من أكتر من 50 سنة؟ قررت جده مبتسما. أيوة طبعا فاكر لما كنت بتعيط. تحب أفكرك بأيامك؟ ضحك خالد. لا تحكي لي عن السرداب ونزولكم ليه؟ فصمت جده متذكرا. ياه، دي أيام فاتت من زمن لما كنا 4 شبان بنحب الشقاوة، وسمعنا كلام كتير عن كنز موجود في سرداب بيعدي تحت بلدنا، وإن السرداب ده من زمان كان مخزن كبير للأغنياء وقت أي غزو. الكل عارف إن السرداب موجود فعلا، بس محدش جرب ينزله لأنه مسكون بالعفاريت، وإن اللي هينزله مش هيخرج منه. بس إحنا رمينا الكلام ده ورا ظهرنا وقلنا لازم ننزل. كنا عارفين إن باب السرداب موجود في بيت مهجور في البلد، وإن هناك صخرة كبير موجودة على الباب ده. وفي ليلة توكلنا على الله ورحنا للبيت في السر، وقدرنا نحرك الصخرة وبدأنا ننزل واحد ورا التاني، ومع كل واحد فينا لمبة جاز. وبعد ما نزلنا سلم طويل لقينا نفسنا في نفق، ومشينا كام خطوة في النفق ده لحد ما بقينا مش قادرين ناخد نفسنا. وفجأة انطفت لمبات الجاز كلها في وقت واحد، وصرخ واحد فينا عفريت، وبعدها كل واحد خد ديله في اسنانه، ورجعنا جري على بره، وركبنا بتخبط في بعضها. ومن وقتها محدش فاكر انه ينزل هناك. بعدها عاد خالد الى حجرته وحاول ان ينام، ولكنه لم يغمض له جفن، ويفكر كثيرا فيما اخبره به جده، وهو يعلم ان ما سمعه يبدو اسطوره، ولكن السرداب موجود بالفعل وجده لا يكذب قط. ثم نظر فجأة إلى الورقة المكتوب بها سبب رفض والد منى، إنه يريد شخصا فريدا، شخصا يرضى جنونه، وحدث نفسه إنه لن يتزوج غير منى وإلا فلن يتزوج. ثم على صوته: فيها إيه لو نزلت السرداب؟ افرض كان في كنز موجود فعلا. ثم صمت وتحدث لنفسه، وكان شخصا آخر يحدثه: كنز إيه؟ ده كلام مجانين، ما تنساش إن السرداب مسكون بالعفاريت والأشباح. ثم عاد مجددا: لو كنت جبان يبقى ما تستحقش منى، انت عاجبك حياتك كده، خريج كلية تجارة وشغلك ملوش أي علاقة بالتجارة، درست 4 سنين عشان تخرج تشتغل في مخزن أدوية، لولا إنك عايش مع جدك كان زمان مرتبك خلصان نص الشهر. لو كنت بتحب منى اثبت لنفسك وليها إنك بتحبها فعلا. لو لقيت الكنز ده هتكون أشهر واحد في البلد دي، لا في مصر، لا في العالم كله. لو ما لقيتوش كفاية إنك حاولت. ثم انتفض من سريره وأخرج صورة لمنى ونظر إليها قائلا: أنا هنزل السرداب ده، هنزل مهما حصل، وكان أبوكي مجنون، فأنا أوقات كتيرة بكون الجنون نفسه. كان خالد يظن أنه يتحدث إلى نفسه وحيدة، ولم يكن يعلم أن هناك من يسمع حديثه إلى نفسه بصوت عال خارج الحجرة، حيث وقف جده مجاورا لباب الحجرة يستمع إلى ما حدث به نفسه. ورغم هذا لم تبدو على وجهه أي دهشة، وكأن ما سمعه من حديثه عن نزوله للسرداب أمر لم يمثل له أي اختلاف، بل بدا كأنه أمر توقع حدوثه. وظل واقفا حتى صمت خالد، وأغلقت أنوار حجرته وساد الهدوء لمكان لم يقطعه إلا هذا الصوت المميز الذي يعلمه جيدا حين ينام حفيده. بعدها غادر متكئا على عصاه إلى حجرته، حيث جلس صامتا على أريكته لدقائق، ثم حرك عصاه ليجذب بها صندوقا خشبيا صغيرا بدا عتيقا وفتحه، وأخرج منه ألبوما قديما للصور غطى بالكثير من الأتربة. وبعدها من الأحي عنه الأتربة بدأ يقلب في صفحاته صفحة تلو الأخرى، ويشاهد ما به من صور حتى توقف كثيرا عند أحداث. في اليوم التالي استيقظ كل من خالد وجده مبكرا كما تعود دائما، فخالد لديه عمله المبكر، وجده لا ينام بعد صلاة الفجر، ويظل يقرأ في كتاب الله حتى ينهض خالد فيتناول إفطاره مسويا، والذي تعد لهما فتاة تسكن بجوارهما قد اعتادت على هذا منذ سنوات. حتى جلس خالد وكان ينظر إلى جده بين الحين والآخر، وكان يريد أن يخبره بشيء، حتى قطع صمته وسأل جده: عبده، كما كان يحب أن يناديه: أنت تقدر تعيش لوحدك؟ فنظر إليه جده وظهر أنه لا يفقهه سؤاله: أنت عايز تسافر ولا إيه؟ صمت خالد ثم نظر إليه مجددا: لو سافرت الفترة قليله تقدر تعيش لوحدك؟ ثم أكمل:
وكأنه يوضح كلامه. أنا عارف إن كلامي صدمة ليك، بس أنا قررت إني أسيب البلد لفترة وأقسم إني هرجع في أسرع وقت ومش هتحسي بغيابي. ثم حاول إنه يبرر حديثه. أنا هسافر أي مكان ألاقيه في نفسي أحس فيه بوجودي. أنت عارف ابنك خريج كلية التجارة بيشتغل إيه؟ شغال في مخزن أدوية. ابنك شغال شيال في مخزن أدوية شيال. هات الكرتونة هنا، خد الكرتونة دي واديها هناك. ثم هم بالوقوف ليغادر وقال لجده: هسافر فترة مش طويلة. ثم التفت خارجا حتى أوافته كلمات جده: أنت ليه بتكذب يا خالد؟ أنت ليه مش عاوز تعرفني إنك عاوز تنزل السرداب؟ كانت تلك الكلمات كالصاعقة التي وجهت إلى خالد بعدما اختلق رغبته في السفر لفترة كي لا يعلم جده بذلك، ويظن أنه أصيب بالجنون ولم يعلم كيف عرف جده بنيته، فنظر إليه مرتبكا: سرداب؟ أنت عرفت منين؟ قاصد سرداب إيه؟ وكلام فاضي إيه؟ فأكمل جده: عرفت من زمان جدا. ثم أمره بالجلوس مجددا وسأله في جديه: أنت عاوز تنزل السرداب ليه؟ صمت خالد ثم تحدث في محاولا أن يجعل الحديث مزحة: أنت ليه مصمم على حكاية السرداب دي؟ أنا بقول لك أنا هسافر. عاد جده سؤاله: أنت عاوز تنزل السرداب ليه؟ فلم يجد مفرا وأخرج زفيرا طويلا وجاب: عايز أنزل عشان أثبت لمنى وأبوها إني بطل، إني مختلف عن غيري. فسأله جده: بس؟ فأجابه في تعجب: أيوه بس. واكمل: ومين عارف يمكن يلاقي الكنز اللي انتم كنتم نزلتوا قبل كده عشانه. فكرر جده سؤاله: بس؟ أيوه. فقال جده في جديه: انت مش عايز تنزل عشان كده. فنظر إليه خالد متعجبا من الجديه التي لم يرها على وجهه من قبل حتى اكمل جده: افرض ان منى اتجوزت حد تاني، هتنزل السرداب ولا لا؟ فصمت خالد واكمل جده: عمري ما هصدق انك عايز تنزل السرداب عشان منى. انت عايز تنزل السرداب للسبب تاني تماما، سبب نزولي ونزول غيري. السبب اللي بيجري في دمنا دمي ودمك ودم ابوك. السبب هو حبنا للمجهول، حبنا للتمرد، حبنا لاكتشاف حاجة جديدة، حبنا للاختلاف. وردف، لما كنت صغير كنت بحكي لك عن السرداب وانت بتعيط، ويمكن كنت بتبص لها انها مجرد حكاية عشان اسكتك بيها، لكن صدقني كنت عارف ان هيجي يوم وتكبر واحكي لك من تاني عن السرداب مجرد حكاية صغيرة عنه وهتنتفض من جواك. وتابع: ما انت ياما رفضك ابو منى وكنت عارف سبب رفضه. اشمعنى المرة دي حبيت تكون بطل لحد ما جه اليوم ده امبارح وحصل جواك نفس اللي حصل لابوك يوم ما حكيت له عن السرداب، بس الفرق اني عرفت انك عايز تنزله، اما هو راح فجاه. فقطعه خالد: ابويا نزل السرداب. فاجابه: مش ابوك لوحده، ابوك واخد امك معاه. كانوا فاكرين انهم هيروحوا رحلوا صغيروا ويرجعوا، عشان كده سابوك وانت ابن 2 سنين وقالوا راجعين بعد ايام. لكن الايام بقت شهور، والشهور بقت سنين، والسنين فاتت وما رجعوش، والبلد كلها عرفت انهم ماتوا في حادثه، والكل شكر ربنا انك ما كنتش معاهم، وربنا نجاك من الحادثه دي. لكن الحقيقة انهم نزلوا السرداب. ثم تنهد واكمل: عمري ما نبهتهم على كده. بقول لنفسي ما انت كمان نزلت السرداب وكنت فخور بنفسك، بس الفرق ان ربنا نجاك. ثم نظر الى خالد: عشان كده عمري ما هزعل انك كمان تنزل السرداب، حتى لو كنت عارف ان قرارك ده ممكن يبعدك عني، بس لازم تكون متأكد انك نازل من جواك انت، مش نازل لسبب وهمي حطه لنفسك وهو منى. وهم بالوقوف ومشى بضع خطوات معطيا ظهره لخالد: ساعة لما تقرر قولي، لأن لسه في كلام كتير عن سرداب فوريك حد غيري هيقولوا لك ايه. غادر خالد ولم يتجه إلى عمله كما كان يذهب كل يوم، بل توجه لمقابلة منى بعدما هاتفته وطلبت مقابلته بأحد الأماكن داخل جامعة المنصورة، حيث كانا يلتقيان دائما، وفي طريقه لم يشغل باله سوى حديث جده إليه، وهل يرغب في زول السرداب حبا لمنى أم حبا للمغامرة. ثم تذكر حديث جده عن والديه اللذين لم يعلم عن هيئتهما شيء، فقد وجد نفسه دائما مع جده
ولم يرى صورة واحدة لأبيه أو أمه. لم يساعده على تخيلهما إلا كلمات بعض أقاربه أنه طويل مثل أبيه، فقد كان تقريباً في مثل طول أبيه الذي يبلغ أكثر من 180 من السنتيمترات، كما كانوا بيقولوا له وكتفه العريض والبنية القوية. دي حاجة بيقولوا إنه شبه أباه فيها. أما أقارب أمه فطالما أخبروه إن شعره الأسود الداكن وابتسامته الدائمة يظلان شبه دائما بينه وبين أمه. بعدها عاد بتفكيره إلى ذلك الرجل الذي أخبره جده إن لديه كلام كتير عن السرداب، وهذا الاسم اللي سمعه لأول مرة، سرداب فوريك. وظل تفكيره حتى وصل إلى المكان الذي كان يقصده لملاقاة منى، فوجدها في انتظاره بحجابها المميز وألوانه المتعددة وعبائتها السمراء التي طالما دعبها وأخبرها أنه يتشائم حين تقابله بتلك العباءة. فنظرت إليها بابتسامة فلم تبتسم كعادتها، وقالت: أنا متأسفة إن بابا عمل معاك كده للمرة التامنة. فضحك: لا، أنا خالص اتعودت، أنا بقيت مفضوح في البلد أساسا. الناس بتقول عليا إني ضربت الرقم القياسي في رفض جوازك بيا، وإن المفروض أدخل موسوعة جينيس. قال تلك الكلمات كي يخرجها من حالة الحزن التي وجدها بها، لكن ودون فائدة. فأكملت: أنا كنت مفكرة زيك إن بابا عاوز حد مختلف، بس للأسف بابا اتغير فجأة. اندهش خالد: يعني إيه اتغير فجأة؟ عجبته: في دكتور اتقدم لبابا عشان يتجوزني، وطبعا أنا كنت متأكدة إن بابا هيرفض، بس فوجئت إنه وافق. فصاح بيها: إيه، وافق؟ وافق مصر إن يتجوزوا. وتسقطت بعض دموعها بينما شرد خالد: وأنا حاولت أتكلم معاه بخصوص حبي ليك، فضربني على وشي وقال إنه عارف مصلحتي أكتر مني، وإن مستقبلي مضمون مع الدكتور، وإني هتعب معاك. كانت منى تتحدث واختلط حديثها بدموعها، وخالد ينصت لها لا يصدق ما يسمعه. ماذا يريد هذا الأب المجنون؟ كان يخبره بأنه يريد لابنته شخصاً فريداً من نوعه، ولكن يبدو أنه كان يريد أي شخص إلا خالد حسني. هل يضيع حب تلك السنوات بين عشية وضحاها؟ هل استسلمت خوفاً من عنوستها؟ كلها أسئلة دارت في ذهني بينما كانت تتحدث، حتى طلبت منه الرحيل كي لا تتأخر دون أن ينطق. وكانت المرة الأولى اللي يتركها ترحل بمفردها، وجلس بمكانه ينظر إليها وهي تغادر، وكأنها المرة الأخيرة التي يراها بها ويخنقه هذا الضيق الذي يشعر به. تلك هي المرة الأولى التي يشعر معها بالهزيمة. إحساس لم يجتاحه من قبل، لم ينتبه في أي مرة تقدم إليها لخطبتها ورفض بها. كان يعلم أن هناك ما يدعى الأمل حتى لو تقدم إليها 100 مرة حتى يقبل أبوها. يتذكر تحمله لنظرات الناس إليه وسخريتهم منه حين كان يخبرهم بأنه سيتزوجها ذات يوم، وستبقى قصة حب يخلدها التاريخ. كان يظن نفسه أحمق حين طلب منها ذات مرة أن يتزوجها دون معرفة أبيها، فرفضت، ودام خصامهما لمدة طويلة حتى اعتذر منها مجددا. ولكنه أكثر حماقة الآن، إنها ستوافق على ذلك الطبيب كما وافق أبوها. ربما أرادت أن تقابلني تلك المرة كي ترضى ضميرها فقط لا غير. هكذا حدث نفسه. حب سنوات يذوب كقطعة الجليد في ثوان قليلة، حتى قطع شرود صوت رنين هاتفه. وحين قام بالرد وجد صاحب العمل الذي يعمل لديه يوبخه لتغيبه، فلم يتمالك أعصابه وأخبره أنه لا يحاوه ولا لديه مجددا، وأغلق الخط على الفور. بعدها عاد إلى بلدته، يمشي في شوارعها مطأطئ الرأس، يشعر بطعم الهزيمة في حلقه، لا يريد أن يتحدث إلى أحد، حتى وصل إلى بيته ودخل غرفته، ثم نظر إلى حوائطها المغطاة بتلك الأوراق التي كان يعلقها دائما. أوراق طلبه للزواج من منى، ورفضه في 8 مرات، ووقف أمام كل ورقة على حدة ينظر إليها وهو يسخر من نفسه ويضحك بصوت عال كأنه أصابه الجنون. ثم قام بتمزيقها جميعا، وجلس على أرضية الغرفة ووضع رأسه بين يديه سابحا في ذكرياته مجددة، حتى انتفض ذاهبا إلى حجرة جدي، فوجده قد أنهى صلاته. فسأله: أنت قلت لي إن في حد عنده كلام كتير عن السرداب. فرد جده في هدوء: أنت خلاص قررت؟ أيوة، أنا عايز أنزل السرداب عشان منى. تمالك خالد نفسه: منى خلاص راحت من إيدي، وخلاص سبت شغلي،
ولازم أنزل. ثم أكمل: لازم ألاقي حاجة واحدة في حياتي أقدر أحكيها لولادي من بعدي. عايز أحس مرة واحدة إني بطل قدام نفسي. إحساسي بفشلي بيقتلني. فسأله جده: مش خايف إنك مترجعش زي أبوك وأمك؟ فأجابه: صدقني، الحاجة الوحيدة اللي كنت خايف عليها إني أسيبك لوحدك، لكن طالما أنت بتشجعني مفيش مكان لأي خوف في قلبي. فابتسم جده: والعفاريت والأشباح وإنه مسكون؟ معتقدش إني هلاقي عفريت أصعب من بني آدم. أنا خلاص قررت إني هنزل. وكان عندك حق لما قلتلي إن منى مش هي السبب. بالعكس، بعد ما منى راحت من إيدي وخلاص سبت الشغل. ثم أكمل: لازم ألاقي حاجة واحدة في حياتي أقدر أحكيها لولادي من بعدي. عايز أحس مرة واحدة إني بطل قدام نفسي. إحساسي بفشلي بيقتلني. فسأله جده: مش خايف إنك مترجعش زي أبوك وأمك؟ فأجابه: صدقني، الحاجة الوحيدة اللي كنت خايف عليها إني أسيبك لوحدك، لكن طالما أنت بتشجعني مفيش مكان لأي خوف في قلبي. فابتسم جده: والعفاريت والأشباح وإنه مسكون؟ ما أعتقدش إني هلاقي عفريت أصعب من بني آدم. أنا خلاص قررت إني هنزل. وكان عندك حق لما قلتلي إن منى مش هي السبب. بالعكس، بعد ما منى راحت من إيدي بلحظات زاد حبة للنزول أكتر من الأول. يمكن ألاقي في السرداب الذكرى اللي تخليني أقدر أنسى إهانة 6 سنوات لنفسي. ثم سأل جده: مين الراجل ده؟ وفين ألاقيه؟ فابتسم جده: اطمن، هو سمع كل كلامنا ويمكن اتأكد إنك عاوز تنزل السرداب فعلا. نظر خالد إلى جده مندهشا وكأنه لا يفهم شيئا حين دخل عليهما رجل عجوز يقترب في السن من جده. وعلى الفور تحدث جده وأشار إلى العجوز: أعرفك بمجنون السرداب، أكيد تعرفه. نظر إليه خالد: أيوة طبعا، الحاج مصطفى أصلا. فأكمل جده: مصطفى كان أول واحد فكر إنه ينزل السرداب من 50 سنة، وكنا مسمينه مجنون السرداب. كان دايما يقول إن عنده معلومات محدش يعرفها عن السرداب، وكان مستني اليوم اللي يقرر فيه حد ينزل بعد ما أبوك وأمك ما رجعوش. ثم تركهما كي يكملا حديثهما بمفردهما. نظر خالد إلى هذا العجوز وتعجب مما قاله، فإنه يعرفه منذ سنوات عديدة، ولن يعلم أنه مجنون السرداب الذي طالما سمع جده يتحدث عنه وهو صغير. حتى قطع صمته العجوز. جدك حكالي قد إيه أنت عاوز تنزل سرداب فوريك، وأنا اتأكدت دلوقتي. أيوة، بس أنا أول مرة أسمع إن السرداب اسمه سرداب فوريك. تابع العجوز حديثه: هو ده الاسم الحقيقي للسرداب. لو بحثت عن الاسم ده في أي مكان استحالة تلاقي فيه أي معلومة عنه. ثم تنهد وأكمل: الناس بتفكرنا أنا وجدك في عداد المجانين. لو اتكلمنا عن السرداب مش مصدقين إننا من 50 سنة نزلناها فعلا، بس في دي عندهم حق فيها. فسأله خالد: عندهم حق في إيه؟ يعني إيه؟ فأجابه العجوز: أيوة، عندهم حق. يمكن دي معلومة أنا الوحيد اللي أعرفها، إني من 50 سنة لما نزلنا إحنا الأربعة ما نزلناش سرداب فوريك. يمكن عشان كده طلبت من جدك إنه يسيبنا لوحدنا، لأني مش عايز أحطم نقطة فخره بنفسه. أمال النفق اللي نزلتوه ده كان إيه؟ النفق ده مجرد طريق لسرداب فوريك، والدليل على كلامي إن النفق على عمق مش كبير يعني، وله مسافة معينة. والدليل الأكبر إن لمبات الجاز انطفت بعد دقايق من نزولنا. العفاريت. لا، تقصد التهوية. النفق غير السرداب، الأكسجين في النفق قليل، وتقريبا ممكن ما يكونش موجود لو باب النزول اتقفل. ووقتها لما لمبات الجاز انطفت أنا قلت عفريت، والكل خاف وجري. بس بعد كده اكتشفت إنه خيال حد فينا، ومن جوايا كانت سعادتي ملهاش وصف، لأني حطيت
رجلي على أول طريق السرداب، وفضلت حاطط أمل لنفسي إني هوصل للسرداب ده في يوم. بس السنين فاتت والمرض حاصرني، وفضلت مستني اليوم اللي ينزل فيه حد غير السرداب ويحقق حلمي. ثم أخرج كتابا قديما من معه أكمل. الكتاب ده نسخة واحدة، اللي كتبه شخص نزل السرداب قبل كده، لقيته بالصدفة في كتب والدي لما كنت شاب. لكن للأسف عامل الزمن كان أثر عليه قبل ما ألاقيه، فكان السليم منه تقريبا 10 ورقات بتتكلم عن سرداب فورك. ثم أعطى الكتاب لخالد وأشار إليه أن يقرأ سطور الكتاب بصوت عال. أخذ خالد الكتاب ليقرأ وريقاته، بينما جلس العجوز ليستمع إليه ويحتسي كوب الشاي الذي برد بالفعل. وبدأ خالد في قراءة سطورها المكتوبة بخط اليد، والتي تحدثت عن فورك، أحد الأثرياء الذين تواجدوا في العصر المملوكي، وكان يمتلك تلك المنطقة التي توجد بها بلده البهو فريك، التي كانت تسمى وقتها بهو فوريك، وما يحيطها من بلدان. وقد أمر أن يتم حفر ذلك السرداب على عمق كبير كي يكون ملاذا له ولأهل مدينته إن تعرضت بلاده لأي غزو، واستغرق حفرها وتشييدها أكثر من 15 عاما، وخزنت به ثروات كثيرة من ذلك الزمن. ثم تحدث من قام بكتابته عن رحلته للسرداب وعن ذلك النفق الذي لا توجد به تهوية، ولا بد من تواجده في أسرع وقت إلى السلم الحقيقي للسرداب، والذي يمتد لأكثر من 30 مترا تحت الأرض. ومنذ تلك اللحظة فلن توجد أدنى مشكلة بالتهوية، فقد صمم هذا السرداب بكل براعة، لا يعرف كيف تمت تهويته بتلك الطريقة. أما تعجب خالد فقد زاد حين قرأ أن السرداب لا يكون مظلما ليلا يوم يكتمل البدر في السماء رغم وجوده تحت الأرض. إنها مهندس الماضي يا لها من براعة، حتى انتهت 10 ورقات حين كتب صاحبه: كنت أظن أن الكنز الحقيقي هو الثروات التي خزنت به، ولكنني اكتشفت ما هو أثمن من ذلك كثيرا وأعظم من كنوز فورك. إنني اكتشفت. حتى انتهت 10 ورقات دون أن تكمل الجملة. نظر خالد إلى العجوز في لهفة. اكتشف إيه؟ فأخبره العجوز أنه لا يعلم، وأنه وجد الكتاب على تلك الحالة. وظل سؤاله: ماذا اكتشف صاحب هذا الكتاب؟ يشغله طوال 50 عاما. ثم نظر إلى خالد: لو كنت عايز تكتشف اللي اكتشفته لازم تكون في السرداب الليلة دي. إيه؟ الليلة دي؟ أيوة الليلة دي. القمر بدر، وده التوقيت اللي بيكون فيه السرداب منور حسب كلام الكتاب. صمد خالد قليلا ثم نظر إليه: وأنا مستعد أنزل، مستعد لفرصة تانية. كانت الساعة تقترب من 6 حين تركه العجوز وغادر، وترك معه هذا الكتاب الذي تصفحه لأكثر من مرة. مع كل مرة تزداد رغبته في نزول السرداب، يدفعه بذلك الفضول إلى معرفة ما اكتشفه كاتبه. يشعر أنه يمتلك سرا من أسرار الزمان، ويسأل نفسه: هل اكتشف كنوزا لا حصر لها؟ هل توجد آثار بالأسفل وأكون أنا مكتشف القرن 21؟ وظل هائما في أحلام اليقظة. اقتربت الشمس من المغيب، فصعد أعلى بيته ونظر إلى بلدته، ينظر إلى أراضيها الزراعية وإلى الأشجار العالية والطيور التي تزينها، ينظر إلى البيوت المجاورة وكأنها يراها لآخر مرة. يستنشق نسيم بلده العطر ويتحدث إليها: ربما يكون آخر نهار لي هنا، أتمنى ألا يكون. ثم عاد إلى حجرته يتم استعداده لرحلته. مر الوقت ودخل الليل وزينت السماء بالبدر، وها هو ينتظر حتى يسكن هدوء البلدة، وهو يعلم أنه لن ينظر كثيرا. فعادة يدب الهدوء بلدته بحلول 10 مساء على الأكثر، لا يتأخر بها سوى صديقه الدكتور ماجد منير، والذي يخلق صيدليته في وقت قد يتجاوز 12. إنه لا يريد أن يراه أحدا، وهو متجه إلى ذلك البيت المهجور في أطراف البلدة. حتى دقت الساعة 1 صباحا واستعد للرحيل، ونظر إلى جده مبتسما مودعا له: إن شاء الله هرجع. فابتسم جده: أكيد هترجع إن شاء الله. ثم طلب منه أن ينتظر لحظة، وأخرج الصندوق الخشبي ثم فتحه وأخرج منه ألبوم الصور القديم. فسأله خالد: إيه ده؟ فقام جده بتقليب بعض صفحاته، ووقف على تلك الصورة التي طمعها من قبل وتحدث إليه: عارف مين دول؟
فنظر إليها خالد وما زالت الدهشة تمتلكه، فأكمل جده: دي صورة أبوك وأمك، كانت آخر صورة لهم قبل ما يسيبوني. ثم دمعت عيناه، فدمعت عين خالد هو الآخر، وظل متأملا بها. أول مرة أشوف صورتهم، فأكمل جده: كنت مستني اليوم ده، وفضلت معذب نفسي عشان اليوم ده. ثم أعطاها الصورة ومسح بيده دموع واحتضنه، فمس خالد في أذني: هرجع لك يا عبدو، هرجع. ثم غادر. كان الهدوء يسود البلدة، ولم يكن يسير بشوارعها أحد سوى خالد، والذي كان يحمل حقيبة كتف وما بها من طعام يكفيه لعدة أيام ومصباح للإنارة، والكتاب الذي أعطاه لها جده العجوز، وبعض الأوراق والأقلام اعتقادا منه أن هناك ما قد يحتاج لتدوينه. قد وجد عدم حاجته للكاميرا، فوجد هاتف الخلوي يغنيها عنها. كان يسير مسرعا إلى ضافدة حيث ذلك البيت المهجور، وما أن اقترب منه ومن سوره العالي حتى عزم على تزاوج ذلك السور. أما جده فكان يجلس وحيدا يقرأ في كتاب الله ويدعو ربه أن يعود به سالما، حتى سمع طرقات على باب بيته، وقد ظن أن خالدا عاد من جديد. وما إن قام ليفتح الباب حتى وجد منى في وجهه، وقد اندهش حين وجدها أمامه في تلك الوقت المتأخر من الليل، حتى سألته: فين خالد؟ مش برد على تليفونه ليه؟ رد جده: ليه يا بنتي؟ أجابت في فرحة: خلاص يا جدو، قدرت أقنع بابا إننا نتجوز أنا وخالد، ومش قادر أستنى للصبح، خايف يكون لسه زعلان من الصبح. ابتسم العجوز ثم صمت. تجاوز خالد سور البيت المهجور وأنار مصباحه حين وصل إلى مكان الصخر الذي وصفه له جده بالتفصيل، والتي كان يصعب أن يصل إليها دون وصف جده. ثم حاول إزاحتها فلم يستطع في البداية رغم قوته البدنية، فحاول مرة أخرى دون أن يستطيع، فصاح بنفسه أنه لن يستسلم وعاد المحاولة مرة ثم مرة، وقد انساب العرق من جبينه لكن دون جدوى، حتى وجد لوحا قديما من الخشب ففكر أن يكون وسيلة لإزاحة الصخرة، وبدأ يحاول من جديد ويصرخ مجددا: لن أستسلم، ويدفع بقوة ويضغط أسنانه ببعضها ويدفع اللوح الخشبي ويصيح ويدفع حتى تحركت الصخرة بعض الشيء تبعها سقوطها على الأرض. ما إن تحركت الصخرة تلك الحركة الضئيلة حتى سهل تحريكها بعد ذلك، ودفعها رويدا بعيدا عن باب حديدي. كان يركض أسفلها حتى سقط ركبتيه وازدادت ضربات قلبه وتسارعت أنفاسه، وقال مبتسم نفسه: اجمد يا بطل، احنا لسه في البداية. بعدها نظر إلى الباب الحديدي الذي احتل مربعا من الأرضية وقام بفتحه، فلم يكن موصدا بأي نوع من الأقفال سوى الصخرة، وما إن فتحه حتى أحدث سريرا دل على غلقه لمدة طويلة. ثم وجه ضوء مصباحه بداخله فوجد سلما عموديا إلى الأسفل. تحدث إلى نفسه مشجعا له: نبدأ طريقنا للسرداب. بعدها بلحظات بدأ نزول ذلك السلم، وما إن نزل حتى أغلق الباب مجددا وكأنه حبس، فعلم أن اللوح الخشبي الذي كان يدعم فتح الباب قد كسر، فلم يهتم بذلك. ما شغل باله هو تجاوز النفق في أسرع وقت وتابع نزوله دون أن ينظر لأسفل، يخطو درجة وراء أخرى حتى وجد نفسه داخل نفق مظلم لا يوجد به ضوء سوى ضوء مصباحه، فتحرك بضع خطوات تحسس طريقه، يمسك المصباح بيده اليمنى ويزيح شباك العنكبوت الكثيفة بيده اليسرى حتى سار لعدة أمتار، فبدأ يشعر بسرعة ضربات قلبه، يحاول أن يرى نهاية ذلك النفق ولكن دون جدوى. بعدما حالت شباك العنكبوت دون ذلك، تقدم خالد في الظلام أكثر وأكثر يبحث عن سلم السرداب الذي أخبره به العجوز، وأسرع في تحركه بعدما شعر بضيق صدرها الذي ازداد حين قل الهواء بصورة شديدة، وبدأ يضع يديه على رقبته من الاختناق ويتحرك ولا يجد ذلك. الطريق إلى السرداب يجري كالمجنون، وقد خرط قواه يتحسس حوائط النفق بيده، يبحث عن أي فجوة ولكن دون جدوى. يسأل نفسه لاهثا: أين أنت أيها الطريق؟ لا يعلم أنه لن يستطيع حتى العودة إلى سلم النفق، سيموت مختنقا قبل أن يعود. يسرع في طريقه إلى الأمام، يبحث في كل مكان على الجانبين أو أعلى أو أسفل، لكنه لم يجد شيئا حتى سقط على الأرض، وسقط بجانبه مصباحه وصرخ بصوت واهن: لا يوجد سرداب، لا يوجد. ثم صمت وأمال رأسه جانبا وكاد يغمض عينيه مستسلما قبل أن ينظر بعيدا إلى بقعة أضاءها مصباحا الملك بجواره، فابتسم ابتسامة شابهة إعياء شديدة وتحدث: سرداب فوريك. ثم أغمض عينيه للحظات حتى فتحها مرة أخرى،
ونظر مجددا إلى ألواح خشبية متراصة ظهرت في بقعة الضوء وكأنها باب صغير يوجد بأحد جانبي النفق. كان الباب الخشبي يبعد عن خالد عدة أقدام، وما زال خالد ملقي على ظهره من شدة الإعياء، حتى انتفض مجددا وتحرك بشذاذه تجاه هذا الباب، يزحف كأنه إحدى الزواحف، لا يقوى أن يقف على قدميه وينازع اختناقه كمن ينازع الغرق. يتحرك بجسده ويدفع بقدميه ويستعين بذراعيه واضعا مصباحيه بين فكيه، يقاوم أكثر فأكثر ويحدث نفسه إنه الأمل، إنه سرداب فوريك، حيث الهواء، حيث الحياة. بهذه كلمات يقوي نفسه ويقترب أكثر وأكثر من الباب ويدفع بقدمه في قوة حتى توقف جسده مرة أخرى بعدما خرط قواه ولم يكن يتوقع سوى أقدام قليلة نحو الباب. تنظر عيناه إلى الباب ويحاول أن يمد ذراعيه إليه، لكنها لا تلمسه وكأنها استسلمت، حتى صرخ صرخة قوية وكأنها يجمع ما تبقى لديه من قوة وقذف بجسده تجاه باب كالصخرة. اندفعت نحو باب خشبي أذابه الزمن وانكسرت ألواحه، واندفع بداخله ليجد جسده يهوى على سلم خشبي مغمضا عينيه، يتدحرج كما تدحرج الكرة حين تسقط على درجات السلم، ولم يستطع السيطرة على جسده على الإطلاق. يرتطم بين الحين والآخر ويزداد سقوطه أكثر وأكثر، ثم هدأ ارتطامه قليلا حتى توقف وقد فتح عينيه ليجد نفسه في مكان مختلف تماما. فتح خالد عينيه فوجد نفسه ملقيا على إحدى درجات السلم العريضة، وقد انتعش صدره بالهواء كأنه ارتوى ببئر ماء بعد ظمأ شديد، وزاد سرورته حين وجد نفسه يرى كل شيء دون الاستعانة بمصباحه، وقد زال صلام النفق حتى وقف على قدميه وصرخ: أنا في سرداب فوريك، أنا في سرداب فوريك. بعدها نظر إلى أسفل حيث لم ينتهي السلم بعد، وأسرع إلى أسفل يخطو درجاته، أمل لا تعوقه الآلام ارتطامية حين سقط، يريد أن يكتشف كل شيء في وقت قليل قبل أن يختفي البدر، ويتحدث إلى نفسه عن كل ما ذكره الكتاب حتى الآن قد وجد. الهواء موجود بالفعل، وأضاءة البدر تنيل له طريقه كأنها جمعت لتزداد قوة إضاءتها داخل السرداب. يا لها من براعة هندسية. ولكن ظل سؤاله إلى نفسه: ماذا اكتشف صاحب الكتاب؟ حتى انتهى السلم ووصل إلى نهايته فوجد نفسه في السرداب. وجد خالد نفسه أمام نفق كبير أكبر كثيرا من النفق الذي مر به سابقا، فارتفاعه يقترب من 10 أمتار واتساعه يبلغ مثل ارتفاعه، حتى صار به وينظر إلى جدرانه الضخمة بدهشة كأنه في مزار سياحي، وخرج قلمه وأوراقه وأخذ يكتب بعض سطور عما يراه، وتقدم أكثر وأكثر ويسأل نفسه: كيف يوجد هذا السرداب الضخم أسفل البلدة ولا يعلم عنه سوى صاحب الكتاب المجهول وأحد الأشخاص الذي لن يصدقهم أحد؟ إنه قد يكون أعظم اكتشاف للعصر الحديث، وقد يجعل من بلده مزارا سياحيا. يبدو أن الكاتب قصد باكتشافه السرداب نفسه، ويسير منبهرا ويتقدم ويضحك بهستيريا. لقد انتهى الألم، لعله يجد أحد الكنوز الآن. يبحث في كل جوانب السرداب، لا يريد أن يترك شبرا واحدا يفوته حتى ارتطم قدماه بشيء ما، وما النظر إليه حتى انتفض قلبه حين وجد هيكلا عظميا لأحد الأشخاص، وقد كانت المرة الأولى التي يرى فيها مثل هذا الهيكل، لكنها لم تكن الأخيرة. فكلما تقدم وجد أكثر وأكثر حتى بدأ الخوف يتسرب إلى قلبه، وكأن تلك الهياكل تتحدث إليه بأنها مصير كل من دخل هذا السرداب، ودار بخلده أن يكون إحداها لأبيه أو أمه، وتمنى أن تكون الحقيقة غير ذلك. بعدها شعر أن الإضاءة تقل شيئا فشيئا من خلفه، فنظر إلى ساعة يده فوجدها قاربت 5 فجرا، وعلم أن البدر قد بدأ في زواله، ولا يعلم ماذا سيحدث بعد ذلك. ما ذكره الكتاب أن السرداب يظل مضاء وقت وجود البدر، ولم يذكر شيئا آخر حتى مر قليلا من الوقت، وتفشت معه إضاءة السرداب تدريجيا، فلم يعطي اهتماما لذلك، وتقدم أكثر وأكثر حتى وجد صورة نقشت على إحدى جداري السرداب لشخص تبدو على ملامح الثراء، فتحدث إليه مبتسما: أكيد أنت فوريك، أحب أعرفك بنفسي، أنا خالد حسني، مكتشف سردابك، واللي بسببك هيعيش أحلى أيام حياته. ثم أخرج هاتفه ليلتقط له صورة، وما إن التقطها حتى شعر بهزة عنيفة تحت قدميه كادت تسقطه، فالتفت جانبا ليجد جدران السرداب تنهار بعيدا عن طريقها ويقترب منه الانهيار بشدة، فعاد بظهره للخلف بضع خطوات. بعدها لم يجد أمامه سواء أن يلتفت بجسده ويجري للأمام. يجري خالد سريعا، وانهيار الجدران يسرع خلفه كأنها فريسة يلاحقها أسد مفترس. صخور الجدران الضخمة لو أصابته صخرة واحدة لقتلته حتى سقطت حكيمته وكتفه وما بها، فلم يعبأ بذلك ووصل عدوه تساعده قدمات طولتان وخطواته الواسعة، ويجري إلى حيث لا يعرف، يجري إلى مجهول، ويصرخ داخل نفسه: كيف يعود إلى بلده مجددا؟ إنه لا لحق، إنه السرداب ينهار، ماذا حدث بالأعلى؟
حتى وجد نفسه أمام طريقان انقسم إليهما السرداب، اندفع إلى أحدهما دون رغبة حين انهار الطريق الآخر قبل أن يصل إليه، وكأن الانهيار يتحكم في مساره. ثم فوجئ بنفسه يجري إلى مرتفع يتجه للأعلى ويلاحق الانهيار أسرع وأسرع، يريد أن يبتلعه، يحاول أن يقاوم صعوبة الصعود ويتقدم ويخطو خطوة بقدميه سريعا حتى وجد نورا شديدا على مرمى بصريه كأنه نور النهار الذي يعرفه جيدا، فأسرع إليه وما زال الظلام والانهيار يلاحقه حتى اقترب من فتحة قفز منه وتنهار من أسفله وتغلق وكأنها أرض كثافتها خارجا. لو حابب تعرف بقى ايه اللي حصل لخالد، فياريت بقى تحط لايك وتعمل كومنت، ولو عندك اي اقتراح قوله، ولو شايف ان الفيديو حلو جدا 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 فشيره. وبس كده، لو انت وصلت لحد هنا فاحب اشكرك جدا جدا جدا، واحب اشكر كل اللي ساعدوني في عمل الفيديو دوت، واعذروني على اي خطأ في الفيديو، سواء من ان انا مثلا بتلعثم في الكلام او مثلا الصور مش قد كده، يعني لسه دي البداية. بس كده.